سمعت قصة أينشتاين. أيام ما كان في الكلية أينشتاين ما كانش بيحب الكلية ولا بيطيقها، وكان شايف إن التعليم اللي بيتعلموه في الكلية ده أي كلام، وإن النظريات والمبادئ اللي بياخدوها خلاص بقت كلام فاضي. وكان بيروح يدرس كلام العلماء الجداد وقتها اللي كانوا بيتكلموا على الكم والكوانتم وبيفسروا العالم بطريقة مختلفة تماما، وكل ده كان بيدرسه بشكل ذاتي. فده يخليك تفكر، هل التعليم الأكاديمي وحش فعلا؟ جديد قناة ستارت اب بنقدم محتوى عن ريادة الأعمال والبزنس والاستثمار، وأفكار كتير ممكن تفيدك لو أنت بتبدأ بزنس جديد أو حتى لو اوريدي بدأت. المعلومات اللي بتقدمها في الفيديوهات دي بتكون عبارة عن كتب، مش بنلخصها، بنشرحها شرح كامل، ومعلومات متجمعة من أكبر وأهم رواد الأعمال في العالم. فلو مهتم بإن أنت تعرف أكتر، اشترك في القناة. دلوقتي سمعة التعليم الأكاديمي بقت وحشة جدا، وناس كتير بقت بتفكر تبعد عنه، وده لأن المجالات الأعلى طلبا النهاردة زي البرمجة، الجرافيك ديزاين والماركتينج وغيرها مش محتاج شهادة علشان تشتغل فيها. طب خلاص، أسيب المدرسة وأروح أتعلم مونتاج ولا جرافيك ديزاين ولا لغة وأشتغل وأكسب بالدولار؟ لا، استنى شوية، خلينا نشوف الأول الانتقادات دي ونناقشها. أهم 3 مشاكل للتعليم الأكاديمي: رقم 1، إن هو نظام معتمد على الحفظ والتلقين مش الفهم والتطبيق. أيوة ده صح، أنا مش هعترض على دي. فعلا أغلبية المواد اللي أنت بتدرسها في أي كلية مش بتفهمها بنسبة 100%، والمشكلة هنا وضحت بالنسبة لي لما سمعت بودكاست لدكتور جامعي كان بيتكلم على دراسته في ألمانيا، وكان بيقول إن هو في ألمانيا كان بيدرس الحاجة ويروح يطبق عليها على طول. وكان بيقول إن الطريقة دي خلته يستوعب بعمق فعلا. بس برضه حتى لو الدراسة كان جزء كبير منها معتمد على الحفظ، فعلى الأقل بتديك المفاهيم الأساسية، بتخليك مستوعب الدنيا إلى حد ما برضه. يعني من الآخر كأنها بتهيئك إن أنت تفهمها بعد كده بشكل كويس لما تجربها بشكل عملي ولما تدرسها أكتر في المستقبل. رقم 2، في التعليم الأكاديمي بندرس حاجات كتير ملهاش لازمة. ده صح بس مش قوي. خلينا ندي مثال على كلية حاسبات ومعلومات. كنت قريت لائحة بتاعت واحدة من الجامعات قبل كده، واللي أنا استغربت منه إنهم بياخدوا 8 مواد رياضة. الرياضة طبعا مهمة وكل حاجة، بس حتى في كلية ذكاء اصطناعي اللي هي أكتر مجال في البرمجة بيحتاج رياضة، بياخدوا 3 مواد رياضة بس، وبياخدوا فيزياء، وبياخدوا كمان، وده أنا استغربت منها قوي، لغة عربية. مش كل الكليات كده طبعا وبتدي المواد دي. بس خلي بالك من حاجة، إن اللي حاطط اللائحة بتاعت الكلية هو ذكي. ليه؟ لأنه مش عارف أنت هتكمل في إيه بالظبط، فبيديك كل حاجة. يعني مثلا كلية تجارة هتاخد شوية تسويق وإدارة أعمال واتش ار ومحاسبة وبنوك، عشان لما تخلص تقدر تشتغل في أي حاجة منهم. ونفس الموضوع في كلية صيدلة، فأنت بتاخد فارما اللي هتنفعك جدا لو اشتغلت في مجال الصيدليات، بتاخد صناعة دوائية عشان لو قررت تكمل في مصانع الأدوية، بتديك كمان تسويق عشان لو عايز تخش المجال ده. فأي كلية بتفتح لك أكتر من مجال، ويظل فيه مواد برضه ملهاش لازمة عادي. الحاجة التالتة إن الكليات بتدي منهج قديم ومش متماشي مع التطورات الأخيرة في العلم نفسه. بس من وجهة نظري اللي احنا بناخده في الكليات ده الأساس بتاعه العلم نفسه، وبعد ما بناخد الأساس ده ونفهمه ممكن نكمل في أيا كان الحاجة اللي احنا عايزينها. وفي كليات كتير بدأت تغير من المناهج علشان تتماشى مع اللي بيحصل في العالم. يعني انت مهما كان العلم اللي انت بتاخده في الكلية بتاعتك، ففي الأغلب انت هتطلع من الكلية دي فاهم على الأقل الأساسيات والمبادئ الأساسية بتاعة العلم ده، وده في حد ذاته يخليك قادر بعد كده إن أنت تتعلم الحاجات والتطورات وتقرا الأوراق العلمية زي ما أنت عايز، وأنت إلى حد ما فاهم الأساسيات اللي ممكن تخليك تتابع الموضوع ده. طب في النهاية نكمل ولا منكملش؟ خليك فاكر إن الكلية مش بس علم، الكلية وقت وذكريات بتقضيها، وبتعلمك إزاي تستحمل الضغط وتنظم وقتك، وبتديك طريقة تفكير مختلفة للحياة على حسب تخصصك. يعني مثلا هندسة هتخلي عندك قدرة على حل المشاكل، كلية تجارة هتخليك بتفكر في كل حاجة وتحسبها بالورقة والقلم، تربية هتخلي عندك قدرة جبارة على إن أنت تعمل برزنتيشن وتقدر توصل المعلومة، وكمان الشهادة بتديك مكانة اجتماعية. فكل ده الكلية بتديهولك، بس في نفس الوقت مش غلط ان انت تتعلم برمجة او مونتاج او جرافيك ديزاين وكمان تشتغل فيهم. بس تخيل معايا لو انت مثلا خريج تجارة وشغال جرافيك ديزاين، تفكيرك هيكون مختلف. هتفكر في الموضوع من ناحية الحسابات وايه اللي هيكون مربح اكتر بالنسبة لك، وتسوق لنفسك ازاي، وهكذا. ففكر كويس قبل ما تقرر، او قبل ما يكون عندك اقتناع بان الكلية مضيعة للوقت وملهاش لازمة. وخليك فاكر برضو ان الشركات كلها دلوقتي ايا كانت الشركة تفكر او بيبقى الاولويه بالنسبه لها ان هي تعين الطلبه اللي عندهم شهادات. والسبب في حاجه زي كده ان الشركه بتحاول ان هي تشغل اكبر عدد من الخريجين، والشغل حتى لو كانت فرصه مش اعلى حاجه، بس هتظل موجوده للمتميزين والناس اللي بتحب فعلا اللي هي بتعمله. وبس كده، دي كانت كل حاجه عند الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه،
تشيروا الفيديو مع اي حد مهتم، وتعملوا لايك للفيديو عشان الفيديو ينتشر. بس كده، سلام.